اسم باحثة قديم بيرجع يظهر فجأة على السوشيال ميديا وبقوة، وبعدها الناس تبدأ تتكلم عن سلسلة قصص غامضة لناس شغالين في مجالات حساسة، والأغرب إن لحد دلوقتي مفيش حد عنده الصورة كاملة. إحنا قدام قصة كبيرة فعلا، ولا الإنترنت جمع أحداث منفصلة وحولها لغز؟ خلينا بقى نحكيها من الأول وببساطة، كأننا قاعدين على القهوة كده أنا وأنت وبنحاول نفهم بعض. في باحثة اسمها إيمي كانت شغالة في مجالات علمية وتقنية متقدمة، واسمها رجع يتداول بقوة بعد وفاتها سنة 2022. وفاتها اتسجلت رسميا كحالة عادية، لكن مع الوقت ناس بدأت تسأل هل في تفاصيل ناقصة؟ ازاي الموضوع كبر كده؟ بعد انتشار قصتها ناس على الانترنت بدأت تجمع حالات تانية لأشخاص اشتغلوا في مجالات مشابهة، بعضهم توفى في ظروف أثارت تساؤلات، بعضهم اختفى من الإعلام فجأة، وبعضهم قصته أصلا مش واضحة بالكامل. التجميع ده بدأ رقم بيتكرر حوالي 11 مرة، لكن المهم جدا هنا إن مفيش أي جهة رسمية أكدت إن الحالات دي مرتبطة ببعضها أو في أي صلة بينهم. ليه الناس اهتمت بقى؟ لأن اي حد بيشتغل في مجال حساس ويحصل له شيء غامض، الناس طبيعي بتبدا تربط الاحداث ببعض، خصوصا لو في معلومات قليله او الاخبار ناقصه او في اي تضارب في الروايات، وساعتها الخيال بيبدا يكمل الفراغات. وايه الحقيقه؟ لحد الان المؤكد الاتي: في حالات حقيقيه ومتفرقه لاشخاص في مجالات علميه وتقنيه، في ناس على الانترنت ربطت بينهم وبين بعض، لكن مفيش دليل معلن يثبت انهم جزء من قصه واحده. يعني ممكن جدا تكون احداث منفصله اتجمعت في روايه واحده، او مجرد تشابهات تخلي الناس تشك، او في تفاصيل ناقصه لسه محدش يعرفها. ايه بقى اللي نتعلمه من ده؟ القصه دي بتورينا حاجه مهمه جدا، ان في عصر السوشيال ميديا اي غموض صغير ممكن يتحول لقصه، وقصه ضخمه جدا، واحيانا غياب المعلومات بيكون اخطر من وجودها. اخطر حاجه بقى هنا مش اللي حصل، لكن ان مفيش اجابه واضحه لحد دلوقتي، وده اللي بيخلي كل واحد يفسر القصه بطريقته. واحد بيقول صدفه، وواحد بيقول اسرار، وواحد بيقول مؤامره، وفي النص الحقيقه لسه مش كامله. السؤال بقى هنا، انت شايف ان احنا احيانا بنضخم الغموض، ولا فعلا في قصص اكبر من اللي بيتقال؟ قول لنا رايك في التعليقات، ولو ما تعرفنيش فعل الجرس وفعل القناه. والله المستعان، وتحيا مصر.